اول اسبوعين رحت استلمت البريميسو دي سجورنو بتاعي 3 سنين على طول في اول اسبوعين؟ قعدت في مرسلة وبعد كده رحت بصمت في طراباني، ما كملتش اسبوعين واستلمت، لان انا كنت على ذمه الكومنتاي. انت ما بتطلع بره انا الكومنتاي ما بتبقاش على ذمتهم، بتستنى بقى براري لكن اما انت قعدت معاهم القضاء قال لي هتقعد 21 سنه، قلت له موافق. اما قلت له موافق قعدت معاهم فعلا شويه وبعد كده خدوا لي ميعاد من القصوره، رحت تاني يوم بصمت. واحده تونسيه هناك بقى قالت لي ايوه هو بياخد من شهر ونص، قلت لها ماشي. وبعد كده كنت رايح مع واحد صاحب القصوره بالصدفه فبسال على البريميسو بتاعي، قالت له خلص معاك الجيفوتا؟ قلت لها معيش الجيفوتا. رحت جاي مستلم البريميسو بتاعي وراح جاي موديهم الجيفوتا، خلص ورا على كده. طب والكلام ده ينطبق برضه على فوق السن ولا اللي تحت السن بس؟ لا اللي فوق السن. انا واحد من الناس انا تحت السن ما اتعمليش اي ورق. انا دخلت سيشيليا كان اسم غلط، بعتوا الاسم بتاعي للتربونال اللي هي المحكمه ان هم يعدلوا الاسم بتاعي، عدلوا الاسم، خد الاسم بتاعي 6 شهور. انا اصلا كان فاضل لي 5 شهور ونص ان انا اتم السن. بعتوا لي الاسم على الكومنتاي. اول ما بعتوا لي الاسم بعتوا لي حاجه اسمها بروسيجي ب3 سنين اللي هو انت تقعد في الكومنتاي على ذمتهم 21 سنه. وقعدت فعلا قعدت معاهم يجي شهر كمان ورحت جاي مستلم بريميسو، وبعديها باسبوع رحت جاي عملت كارت دينديتا، وبعد كارت دينديتا عملت التسرة وهكذا. بس كده؟ بس موضوع صبر، مش كل اللي يجي سيشيليا يروح جنة تطلع لنا هنا يعني مش جنة. ايوه انت هتيجي يمين شمال هتيجي هنا اهو، بس هي عايزه الصبر. وانصح اي حد ما يمشيش من سيشيليا غير لما يستلم ورقه كله. هيطلعوا بالرجفوت هيقول لهم لا انا هقعد لحد ما استلم البريميسو بتاعي.